بسم الله على بركة الله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. الفيديو ديال اليوم غادي يكون عبارة على وصفة ديال بسيطلات كنحتاجهم هكا في السحور أولا الفطور. المهم على حساب كل واحد، على حساب الرغبة ديالو. كيجيو بسيطلات فرديين حلوين بواحد الحشوة زوينة ديال بسطيلة. نتمنى أن الفيديو ديال اليوم ينال الإعجاب ديالكم، خصوصا أنه شي حاجة بسيطة وكتعاوننا هكا في توجد ديال رمضان مبارك سعيد. نتمنى إن شاء الله يدخل عليكم بالصحة والسلامة وطول العمر. هاد البسيطلات هادو غادي نحتاج لهم. عندي هنايا فروج ديال 2 كيلو ونص، كل واحد كيدير القياس اللي بغا. عندي هنايا شويه ديال القرفه، شويه الخرقوم، شويه سكينجبير، البزار، قزبر يابس مطحون، شويه ديال الملحه، ندير غير شويه لان غادي ندير الضويمه ديال الزعفران، وغادي ندير السمن وشويه ديال الكوزه محكوكه من طبيعه الحال، ضويمه ديال الزعفران. هنا عندي الربيع، قزبر ومعدنوس، والقلب ديال نص حامضه مصيره، وجوج دروس ديال الثومه، وشويه ديال العصير ديال الحامض طحنتهم كاملين، معلقه صغيره ديال السمن، ومعلقه صغيره ديال الهريسه. هذا هو اللي غادي نرقد فيهم هاد الدجاج هذا. ناخذ الطاوه، كنضيف ديك التوابل اللي عندي كاملين. العطريه كلها شربات ليا مع الدجاج. غادي ناخذ واحد الطنجره. صافي البنات، ملي تشحر عندي الدجاج كنضيف واحد 2 بصلات مشلضين هكا. صافي دابا ملي درت البصله غادي نحرك هذوك القطع ديال الدجاج اللي شرب عندي الدجاج. غادي نضيف نص كاس ديال الزيت البلديه، الزيت العاديه، شلطت هي 1 كيلو ديال البصله، شلطته بحال ما هكا. غادي نخويه فوق هاد الدجاج هذا، وغادي نخليه كلشي كيطيب حتى يتدغمر. صافي البنات، دابا ملي كيطيب عندي الدجاج غادي نحيدو. كنحيد الدجاج كنعزلو بوحدو. 2 معالق كبار ديال العسل. ما غاديش نضيف السنيده لان السنيده كتطلق فيها واحد الماء. نضيف ليها البيض. البنات، ملي وقفات عندي البصله نوريها لكم. هي 5 ديال البيضات. بسم الله. صافي كنخلط هذاك البيض مع البصله لان صافي البصله عندي وقفات. صافي البنات، بالنسبه للدجاج انا قطعته. البصله والبيض هنا حطيتهم هنايا كيتسقطروا. وعندي هنايا واحد نص كيلو ديال اللوز، طلعت فيه الغليه، حيدت ليه القشور وقليته في شويه ديال قليته هكا في شويه ديال الزيت. غادي نطحنو ونمشيو نوجدوا الورقه ديالنا اللي غادي نعمروا بها هاد البسيطلات. صافي البنات، انا دابا ملي طحنت هذاك اللوز غادي ندير معاه شويه ديال العسل. عندي هنا شويه ديال المسكه الحره طحنتها مع السكر مع السنيده. وغادي نضيف شويه ديال العسل، تقريبا 3 المعالق. غادي نحرك هاد المكونات كاملين. صافي البنات، دابا كناخذ طاوه غادي نجمع فيها هاد المكونات كاملين نخلطهم مره واحده. ديك البصله اللي نشفت، وغادي نخلط كلشي عاد نبدا نعمر في البسيطلات ديالي. صافي كنبدا ناخذ بالورقه كنحطها هكايا في واحد مول. هكا كنجمع عليها الجناب هكايا. كاع ما كنحتاج نسدها لان هاد البلاصه غادي تكون هي التحتانيه اللي غادي تحط فوق اللاطه. صافي كتجي هكا مجموعه، كتجي زوينه.
غادي نبداه معاكم. كناخذ الورقه كنديرها في نفس الطريقه اللي خدمت بها هذيك الصغيره. هذه غادي نديرها على شكل وريضه. كنعمر الحشوه هكا، نحاول ما امكن نعمر الجناب باش ما تجينيش خاويه من شي بلاصه. المهم راه المول كيقادها صافي. وكنجمع الورقه هكا، كنجمعها من هنا من التحت ديالها حتى كنجمعها بحال ما هكا، بحال الصريره. كنخليها بحال الصريره هكا. كيبقاو هذوك الاطراف كلهم من هنايا صافي. وكندورها شويه، كندورها ومن بعد كنحل هذوك الاطراف كنحلهم هكا وكنجمعهم لتحت باش كتعطيني الشكل ديال وريضه. كنحتاجوش نلصقوها بحال الاخرى، ما كنحتاجوش نلصقوها بشي حاجه. كتعطينا هكا شكل ديال وريضه دايره بهذوك التشينفات. كتجي هكا شكل زوين عاوتاني احسن من هذاك. المهم كيبقى حتى الشكل التقليدي حتى هو كيبقى زوين ديك مدوره، ولكن هكا كتعطي عاوتاني منظر زويون وريضه على شكل وريضه. غادي نكمل نفس الطريقه، نعاود معكم واحده اخرى. اين فوا كدوروا راه هي كتحل راسها صافي. كنرجع هذوك الجناب كنرجعهم لتحت. قادو من الجناب باش يبقى داك الشكل كيبان زوين صافي. بحال ما هكا غادي نحطها ونعاودو نتلاقاو ان شاء الله مني نطيبهم نشوفوا الشكل النهائي ديالهم كيفاش جا. صافي البنات دابا غادي ندخلهم يطيبوا. هادو غادي نثقبهم شويه هكا، لان كيف ما عرفتوا كاين البيض يعني يقدروا يتنفخوا غير شويه هكايا. والاخرين ما غاديش نثقبهم لانهم اصلا ديجا هما يا محلولين مفتوحين من هنايا من الراس. عندي هنايا واحد شويه ديال الهريسه مع الزيت. هاد الهريسه مع الزيت كندير الهريسه باش كتعطيني داك اللوين الزوين في الزيت، والزيت باش يخليهم مقرمشين. ما تنديرش الزبده، ان الزبده كيبقاو رطبين ما كتجيش فيهم ديك القرمشه. ما بغيتش ندهنهم بالبيض باش خرجناهم من الفران بهذا الشكل هذا. غادي ندوز نقادهم باش نشوفوهم كيفاش غادي يجيونا الشكل النهائي ديالهم. هنا كندهنهم بشويه ديال العسل. كان البنات هذا هو الشكل النهائي ديال البسيطلاص ديالنا. هادو كيجيو هكا على الشكل ديال وريضه، كيجيو رائعين وزوينين بزاف. حتى هادو كيجيو زوينين اللي كيجيو سامبل. نتمنى انكم تجربوهم وينالوا الاعجاب ديالكم وبالصحه والراحه، والى اللقاء ان شاء الله في وصفه مقبله بحول الله. بسلامه عليكم، تبقاو على خير.